اوعى تيجي مع المصري في الرجوله وبص والدبدبه والتكتيك والقصص دي. بص بناكل اي حد مش هتاكل معانا على بلدك وارجع. ده العميد بيدلع النهارده بصراحه. ماتش تكتيكي ولا اروع من حسام حسن. ماتش فيه كل النقط، فيه مذاكره، فيه تخطيط، فيه تحضير للماتش، سواء بقى في المرتدات وسواء هنطلع على مين ومين هيستلم ومين هيسلم. وشابوه صلاح وشابوه مرموش. احب انا لما يكون عندي محترف يشيلني، وشابوه طبعا لامه. بس عشان نتكلم في كل ده يلا بينا. عشان نتكلم في ماتش زي ده لازم نقسمه على 3 اجزاء: الجزء الهجومي والجزء بتاع وسط الملعب وجزء خط الدفاع. زيه زي اي خط، مش كده حاجات بديهيه. ولكن عشان تركز معايا كده في الجزء الدفاعي، حسام حسن تعامل بشكل كبير جدا. الرجاله دي يا عم بتحاول تجمع اللعب في منطقه علشان خاطر تنقل اللعب الناحيه الثانيه سواء يمين ولا شمال، عشان نخلق موقف 1 على 1 لديوميندي ناحيه الشمال او حتى لاماد ديالو ناحيه اليمين. حسام حسن قال لك هقفل كل ده ازاي يا باشا؟ انا هلعب 5 قدامهم 2 ترسانة، حمدي ومروان، واحد بيرحل يمين والتاني بيرحل شمال. وحقيقة يعني ترحيل خط الدفاع النهارده كان ممتع جدا. ترحيل خط الدفاع هو اهم جزئيه في المباراه كلها. الترحيل ما بين خط الدفاع وما بين الوسط، والادوار الدفاعيه كمان عندي امام عاشور وصلاح ومرموش محدش فيهم بخل بحاجه. بالنسبه للجزء الهجومي انا هطلع على مين؟ هطلع على مرموش، لان هو اهم عنصر. مرموش وامام. صلاح يعني صلاح الشوط الاول ما كنتش متقبله سيك، كنت حاسس ان في شويه رعونه في الاداء. ولكن شوط تاني عالمي، في انه بيموت نفسه في قلب الدفاع، في انه بيموت نفسه وبيحاول يزقني لقدام. احب انا اللي يزقني لقدام، معلش. ما هو انا مش ما عنديش محترفين عشان ما يزقنيش، ما عنديش محترفين انا علشان خاطر ما يبقى موجودين يدافع لي، مش عارف يقطع الكره ويسلم لقلب الدفاع. لا، انا عايز اللي يزقني لقدام. ما انا بعاني ورا، انا عايز اللي يطلعني. وعشان كده مرموش وصلاح كان ليهم عامل كبير جدا. فنهاية كده لازم تحيي العميد بشكل كبير جدا. مباراة تكتيكية جامدة جدا، مباراة فيها تقفيل على الأطراف. أنت ما شفتش كوت ديفوار اللي هي مخوفانا؟ لا، هي كانت جامدة قوي واستحواذ. بس وريني يا عم بتعمل ايه بالاستحواذ. تعال نبص على بيت الإحصائيات. الشوط أنا شايط 4 وأنت شايط 3، يعني أنا أجمد، أنا اللي رحت على الجول أكتر. ففي الحقيقه كده مباراه ممتعه جدا من العميد، ونرفع له القبعه وشابوه. مستنيينكم في النهايه باذن الله بعد ما نعدي السنغال. ولكن دلوقتي هو اهم حاجه رايك انت، هل مين في ال 11 نجم المباراه، ولا العميد هو النجم؟ قول لي انت بقى. سلام.